عشان اكمل اعمل فيديوهات تفيد ناس اكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بيكم في حلقه جديده في كلمه مصدقينها مع حجازي. النهارده هتكلم عن حاجه ملاك البي ام دبليو كلهم بيمروا بيها، ان الناس فاكره اي حد معاه عربيه بي ام دبليو ده شخص مرتاح. بس بما اني شخصيا مالك لعربيه بي ام دبليو وركبت عربيات بي ام دبليو كتير سواء جديد او مستعمل على مدار السنين اللي فاتت كلها، فانا اقول لكم ان دي اكبر كذبه الناس مصدقاها. الشخص اللي انت شايفه راكب عربيه بي ام دبليو، بالذات لو العربيه دي مستعمله بقالها اكتر من 4 5 سنين، يا ريت يا جماعه ما تحسدوش الشخص ده ولا تحقدوا عليه. الراجل ده تعبان قوي 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 عشان تشوف العربيه اللي هو راكبها تكون بالنظافه دي وتكون ماشيه وما فيهاش مشكله ومش عطلانه منه. العربيات البي ام دبليو مع انها عربيات ممتعه جدا، لكن في نفس الوقت هي من العربيات اللي بتبوظ بسرعه، بالذات لما تعدي ال 70 80 الف كيلو. اول ما العربيه دي تعدي 70 80 الف كيلو كل انواع المشاكل تبدا تظهر فيها، وصيانتها بتبقى مكلفه جدا بسبب ان الحاجات اللي بتظهر فيها دي غاليه ومصنعيتها بتبقى غاليه. وعشان كده اغلب الناس بعد 70 80 الف كيلو بتسيب التوكيل وبتروح تعمل الحاجات دي في مراكز صيانه بره عشان توفر. فالناس اللي معاها عربيات بي ام دبليو زيرو دول ناس ممكن تحسدوهم شويه، بس بجد الناس اللي معاها عربيات بي ام مستعمله يا ريت تخف عليهم شويه، عشان هم فعلا بيتعبوا في صيانتها وبيتعبوا في مصاريفها، وكل ده عشان هم عايزين فعلا يستمتعوا بالسواقه ويركبوا عربيه بريميوم يحسوا بيها ان هم عايشين حياتهم بجد. وفي مقوله مشهوره بتقولك اللي بيركب بي ام مره ما بيقدرش يركب غيرها، وللاسف دي حقيقه، فهي ادمان كمان. فالشخص ده مش بس بيصرف عليها وبيتعب فيها وممكن يقضي اجازاته ان هو عند الورشه او عند المركز عشان يحاول يصلحها، هو كمان بيبقى مدمن. يعني لما يبيعها ما بيعرفش يركب عربيه تانية، بيضطر يركب عربيه بي ام تاني. فهو للاسف قد ما هو بيستمتع بالعربيه، هو لبس حياته كلها. حتى لو هيركب بي ام دبليو قديمه على قد فلوسه، بس هيفضل يكمل يركب بي ام دبليو. طبعا مش هتكلم كتير عن متعه سواقه البي ام دبليو، دي حاجه انا مش هعرف اشرحها في فيديو ولا اشرحها بالكلام. لما تركب العربيه دي وتسوقها وتفضل معاك فتره انت هتفهم قصدي ايه. هي ليها طابع خاص مفيش زيه في اي عربيه تانية. مش بقول ان هي احلى عربيه تسوقها في حياتك، بس الطابع الخاص ده بيميزها قوي وبيخليك تدمنها، بالذات ان بي ام دبليو كشركه عرفت ازاي تحافظ على الطابع ده في كل عربياتها. فمش عربيه تعجبك وعربيه ما تعجبكش، لا، الموضوع مكمل معاك على طول، وده بيخلي ملاك البي ام يبقوا اوفياء قوي للعلامه دي طول عمرهم. في اخر الفيديو احب اقول لاي حد جايب عربيه بي ام دبليو زيرو، انبسط بيها، ربنا يزيدك. اي حد جايب عربيه بي ام دبليو مستعمله، ربنا معاك برضو في مصاريفها وتكاليفها وتعبها. يا ريت لما نشوف الناس دول او دول ننبسط لهم وندعي ربنا يكرمنا زيهم ويخف علينا تعب العربيه دي لو اشتريناها مستعمله. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم، واشوفكم في حلقه جديده من كلمه مصدقينها مع حجازي. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ولو في عندكم اي اسئله عن البي ام دبليو او عن اي عربيه تانية، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس تحت.